السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنلاقي إن عدد الطيارات اللي بتطير فوق المحيط الهادي في السنة يتعدوا على الصوابع، والمحيط الأطلسي والهندي بيعدي عليهم أكتر من 5000 طيارة في اليوم الواحد. وهنلاحظ دايما إن الطيارين بيتجنبوا إنهم يطلعوا رحلات فوق المحيط الهادي، وبيفضلوا إنهم ياخدوا طرق تانية حتى لو كانت المسافة أطول بكتير. فيا ترى إيه السبب؟ كمل معايا الفيديو للآخر وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. لما تلاقي إن في طيارة رايحة من الشرق للغرب أو العكس، بتاخد المسار اللي قدامكم ده، طريق بيبان إنه طويل برغم إن الطريق المستقيم فوق المحيط الهادي بيبان إنه أقصر بكتير. ليه بقى الطيارين ما يريحوش دماغهم وياخدوا الطريق الأقصر؟ في الحقيقة في كذا سبب، وأولهم إن المحيط الهادي مساحته كبيرة جدا، وبتوصل لأكتر من 160 ل 165 مليون كيلومتر مربع. وطبعا المساحة دي ما فيهاش أي يابسة مؤهلة إن الطيارات تعمل لاندنج عليها. يعني لو الطيارة وهي في الجو حصل أي مشكلة زي أعطال في المحرك والوقود وغيره، ما عندهاش أي أوبشن إنها تنزل وتعمل لاندنج في أي مكان في المحيط الهادي. والمحيط الهادي هو أعمق محيط في العالم، يعني الطيارة اللي هتقع في المحيط ده محدش هيلاقي لها أي أثر. وعشان كده الطيارين بيفضلوا إنهم يكونوا طايرين فوق اليابسة عشان لأي ظرف طارئ حصل وتعرف تتعامل معاه بسهولة. وأوسع جزء في المحيط الهادي طوله حوالي 20,000 كيلو متر، ومش كل الطيارات خزانات الوقود بتاعها تقدر تستحمل كل المسافة دي. أغلبية الطيارات بتحتاج إنها تعمل لاندنج وتنزل ترانزيت في النص علشان تتزود بالوقود. يعني مثلا أحدث الطيارات في جيلنا حاليا خزان الوقود بتاعها بيقدر يقطع من 15 ل 16 ألف كيلو متر، وده طبعا أقل من المسافة المذكورة اللي هي 20 ألف كيلو متر. ومن أهم العوامل المؤثرة على إن الطيارين بيتجنبوا يطيروا فوق المحيط الهادي هو إن الطقس غير منضبط، يعني رياح شديدة وأمطار وعواصف وصواعق وأعاصير وغيره. وكمان بتحصل بشكل مفاجئ من غير أي تنبيهات زي بقية المحيطات. ومن أخطر الأماكن المحيط الهادي بحر مانوأمي، واللي بعض الناس بتسميه بحر الشيطان، وده من أكتر المناطق في العالم اللي بيحصل فيها اختفاء للسفن والطائرات وغيره. وبالإضافة لده إن المحيط الهادي مفهوش أي بنية تحتية تراقب الحركة الجوية للطائرات والطيارين، وطبعا الطيارين ما بيقدروش إنهم يطيروا من غير أي توجيهات من مراكز الملاحة الجوية اللي بتبقى موجودة في اليابس على الأرض، اللي هي تقريبا موجودة في كل حتة في العالم، عكس المحيط الهادي. حتى الجزر اللي في المحيط الأطلسي وغيره فيها برضو مراكز مراقبة، واللي متقسمة لأربع مراكز مراقبة، واللي بيغطوا تقريبا كل المحيط، زي محطة سانتا ماريا، محطة شانويك، ومحطة نيويورك، ومحطة جراندر. والمراكز دي بتتواصل مع الطيارين كل ربع ساعة، غير المحيط الهادي طبعا اللي قلنا إنه مفهوش تحت الطيارة غير المية وبس. ومعلومة زيادة إن مفيش أصلا خطوط مستقيمة يمشوا عليها الطيارين على كوكب الأرض، لأن الأرض تقريبا كرة شبه بيضاوية، فأي خط بيكون منحني. وواحد من الأسباب برضو اللي هي الطيارات الهوائية أو الطيارات النفاثة. يعني لو الطيارة مع سرعة الرياح هتكون سرعتها طبعا أكبر، والعكس لو ضد سرعة الرياح ده هيؤدي لتقليل سرعة الطيارة. والطيارات النفاثة في المحيط الهادي بتتغير من وقت للتاني، يعني مش ثابتة. فالطيارين ما يقدروش إنهم يحطوا خطة للتعامل مع الطيارات دي، وإن الطيارين لازم طبعا يستقبلوا إشارات من مراكز الملاحة للتعامل مع أي طيارات. وزي ما وضحنا إن المحيط الهادي مفهوش أي نقاط رصد ومراكز ملاحة جوية، لأن الطيارة مش بيكون تحتها غير المية. وطبعا في طيارات بتعدي على المحيط الهادي في السنة علشان خاطر الجزر اللي الناس عايشة فيها على المحيط ده، بس بتكون الرحلات بين جزيرة للتانية. بس طبعا الطيارين بيكونوا مضطرين لده، وبيتعاملوا معاه بأسلوب ملاحة مختلف تماما عن التقليدي. وبكده نبقى عرفنا ليه الطيارين بيتجنبوا انهم يطيروا فوق المحيط الهادي. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو وتشيره مع اصحابك عشان غيرك يستفيد ويوصل لك كل جديد أول بأول.